السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال سنة تالتة عاملين إيه حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مس لميا، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ في يونت 3 واللي بعنوان Heroes Around Us. تعال نشوف كده بقى العنوان ده ونفصصه حتة حتة. أول حاجة أنت عندك كلمة هيرو، دي معناها بطل. هيرو بس معناها بطل واحد بس. عايزة أجمعها لأن كلمة هيرو آخرها أو، الكلمة اللي آخرها أو بنجمعها بالإي إس، فحطينا لها إي إس في الآخر فقلت هيروز أبطال. around حوالين us دي اللي هي معناها وي، زي معناها وي احنا كده، يبقى ابطال حوالينا احنا. ودي الصورة بتاعت يونت 3. يبقى الدرس ده كله بيتكلم عن الابطال. lesson 1 الدرس الاول بعنوان my hero بطلي انا. هنطلع نشوف الكلمات بتاعتنا. اول كلمة هي كلمة بطل، hero hero، شجاع brave brave، قوي strong strong. بعد كده عندي كلمة طيب أو عطوف يعني kind. ذكي يعني smart. رجل الإطفاء اسمها firefighter. الجي اتش دي في النص مش هنطقها. firefighter. بعد كده عندي كلمة سباح يعني swimmer. سلم ladder. شرف أو فخر يعني honor، الاتش في الأول مش هنطقها. honor. إنذار الحريق اسمه fire alarm. انت واخد إنه fire يعني حريقة أو نار، وألارم اللي هو المنبه الإنذار، يبقى fire alarm. عربية المطافي، طيب المطافي أو يعني النار أو الحريقة اسمها fire، وعربية اسمها truck، يبقى عربية المطافي fire truck. شجاع يعني courage، الجي هنا ننطقها الج، ماشي. courage. صعب يعني hard. بسهولة يعني easily. حقيقي يعني true. مدير أو رئيس، تعال نقسم الكلمة دي princey principal. صوت مرتفع loudly. بفخر يعني proudly. بعد كده عندي الأفعال. يبقى كده خلصت الكلمات، هروح عند الأفعال. هنا أول حاجة الأفعال المنتظمة irregular اللي بتاخد دي أو IED. يحل يعني solve، حل يعني solved. يشجع يعني encourage، شجع يعني encouraged. يتمرن يعني train، اتمرن يعني trained. يلاحظ يعني notice، لاحظ يعني noticed. يملأ يعني fill، ملأ يعني filled. يصل يعني arrive، وصل يعني arrived. يرش يعني spray، رش يعني sprayed. ينقذ يعني save، أنقذ يعني saved. يبقى دي كانت الverbs اللي هي irregular اللي بتاخد دي أو ed أو IED. هنكمل بعد كده. معانا هنا الأفعال الirregular الغير منتظمة، ما بتاخدش حاجة، بنغيرها كلها. يعلم يعني teach، علم يعني taught، ال A وال U أنطقها O والG وال H ما أنطقهاش. taught. قول معايا. يسبح يعني swim، سبح يعني swam. يرن يعني ring، رن يعني rang. يقود يعني drive، ساق أو قاد يعني drove. دي كده كانت الأفعال، كانت كتيرة حبة صغيرين مش قوي. في مشكلة، أنا في مشكلة أقولها إزاي؟ فأقول in trouble. يرتدي put on. طب يطفي النار put out. خلي بالك من حروف الجر، بص حرف الجر غير الكلمة إزاي. put on يرتدي بيلبس هدومه. طيب put out يعني يطفي نار. طب أبين اهتمامي بحاجة أقول show care. أنا show care بهتم بحاجة. That's why لهذا هعمل كذا 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 كذا. solve يحل problems المشاكل. solve problems. دي كده أنا كده خلصت الكلمات، وخلصنا كمان الأفعال، وخلصنا الكلمات اللي بتيجي مع حروف الجر. بعد كده هروح عند قطعة الريدنج بتاعتنا. قطعة الريدنج الصورة اللي عندنا واضح ان ده فاير فايتر، والولاد حوالينه فرحانين بيه جدا، بيشوفوا الميداليات بتاعته فخورين بيه. يلا نشوف عنوان الريدنج. بيقول The Brave Firefighter، رجل المطافي الشجاع. خالد is a brave firefighter، وده اسمه خالد الراجل ده.
every morning كل يوم الصبح he puts on بيرتدي his helmet الخوذة بتاعته and the uniform واليونيفورم بتاعه الزي بتاعه. One afternoon الظهر sorry the fire alarm اللي هو الإنذار بتاع الحريقة رن loudly بصوت عالي. خالد jumped قفز into the fire truck لعربية المطافي and drove وساق quickly through the streets في الشوارع. There was a fire في حريقة in a building في مبنى and smoke والدخان filled the sky ملا السما. when عندما هو arrived لما هو وصل the fire الحريقة was big كانت كبيرة but ولكن خالد stayed calm يعني هادي يبقى هو stayed فضل calm هادي. first أول حاجة he climbed the ladder هو تسلق على السلم. then يبقى أنا عندي first أول حاجة بعد كده عندي then اللي وراها على طول وبعد كده he sprayed رش المية and وكمان saved أنقذ a little boy ولد صغير from the smoke من الدخان. the family of the boy عيلة الولد felt happy فرحانين وقالوا له thank you شكروه. خالد smiled ضحك proudly بفخر. I like وقال I like أنا أحب to help others أساعد الآخرين. يبقى دي كده كانت القطعة. أخدنا كلمات خدنا الأفعال خدنا القطعة. هناخد حاجة بسيطة خالص كده من القواعد حاجة بسيطة اسمها adverbs of sequence ظروف التسلسل. سيبك من الاسم اللي ساعات بيبقى مكلكع خليك معايا بكل بساطة انت اللي بتحكي حدوتة او قصة لولد صغير بتقول له ايه كان يا مكان يا سعد يا اكرام في سابق العصر والزمان كان في كذا 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 اول حاجة راحوا عملوا كذا تاني حاجة حصل كذا كذا. أو يا سيدي لو أنت بتحكي لي يومك كان عامل إزاي فبتقول لي أنا أول حاجة صحيت من النوم وبعد كده غسلت وشي وبعد كده فطرت. يبقى أنت عمال بترتب لي الأحداث. أنا لما أحب أرتب الأحداث بختار شوية كلمات هو عطيك منها هنا كلمتين اتنين بس هو أكتر من كده بس هو عطيك بس first أولا و then ثانيا أو ثم. خلاص كده اللي بتيجي الأول هي first ووراها then. بص الجمل دي first أولا عمر trained hard عمر اتدرب جامد أو بجد أو باجتهاد. then وبعد كده he climbed هو تسلق الماونتينز الجبال. ينفع أعكس ينفع أقول لك إن عمر climbed the mountains أول حاجة first لا غلط. يبقى first و then بتيجي بالترتيب first الأول بعد كده then. عندي هنا حل writing corner الكلمات الجديدة تحفظها وتكتبها كويس. بعد كده الاكسرسايز التمارين بتاعتك تمام دي الاكسرسايز التمارين اللي انت بتحلها كل دي على كل بيمرنك على كل الأسئلة. وهنا عندي lesson 2 ودي ان شاء الله هناخدها الفيديو الجاي. يبقى احنا الفيديو بتاع النهاردة كان بيتكلم عن الهيروز الأبطال. سهل حلو جدا مش صعب عليك خالص. والمرة الجاية ان شاء الله هنتكلم برضو عن هيروز. الوحدة اصلا عنوانها كلها كان هيروز الابطال فانت المفروض تبقى عارف ان الدرس الاول lesson 1 و 2 و 3 و 4 الاربع دروس هيتكلموا عن هيروز الابطال. خلاص كده اشوفك بقى ان شاء الله الفيديو الجاي يا سنة تالتة. ويا رب تكونوا بخير وذاكروا وجدوا واجتهدوا. باي.